السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم ان شاء الله عليكم، وربنا يجعله رمضان مبارك عليكم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا لازم نعمل بكاكين في سحور رمضان بالذات يعني، وان شاء الله نعملها النهارده مع بعض بطريقة ناجحة جدا، وهقولك ازاي تطلع معاكي قبة كده ولونها موحد كده، وازاي تخبزيها وازاي تبططيها وتكون بسوى واحد ان شاء الله. بعد ما تشوف الفيديو بتاعي وتتابع الخطوات بتاعتي خطوة بخطوة هتعمليها بكل سهولة وتطلع ناجحة معاكي، والكل يشكرك عليها وربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي. وكمان هقول لكم على الطريقة الصح لتخزين البكاكين. يعني انت لو عاملة كمية وفرستها في الفريزر وجيت تطلعها قبل الاكل بربع ساعة وتسخنها بنفس الطريقة اللي هقولك عليها، والله كل اللي ياكلها مش هيصدق اصلا ان هي طالعة من الفريزر، هيقولك انت مطلعاها من الفرن حالا. يلا كده نبدأ ونسمي الله، نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونبدأ في الطريقة. بس فضلا منكم يا حبايبي الله يسعد قلوبكم، ما تنسوش اللايك، ولو انتوا ضيوف جديده يسعدني ويشرفني اشتراككم معانا. اول حاجه لو هتعملي كيلو دقيق هتنزلي الاول بكوبايه لبن دافيه كده زي دمع العين، وتنزلي عليها معلقتين سكر ابيض بلاش سكر اسمر عشان ما يسويش البكاكين معاك. وبعد كده معلقه خل كبيره، وبعد كده باكو خميره فوريه 10 جرام. لو ما عندكيش خميره فوريه وعندك خميره بيره يبقى افضل، لان الخميره البيره ممتازه جدا في المعجنات، وبتجيبها من عند اي فرن بتاع مخبوزات او واحد بيبيع دقيق. الباكو ب28 جنيه، بتحطها في كيس نايل وتحطها في الفريزر، ولو قعدت عندك سنة وجيت تطلعي منها قطعة عشان تعجني بيها بتديكي نفس النتيجة زي ما تكون طازة بالظبط. والخميرة البيرة لها مميزات كتيرة قوي اقتصادية وصحية، وبتديكي نتيجة حلوة قوي في المعجنات. بعد كده لخبطت الخليط كله مع بعضه، الدقيق مع الحاجات اللي انا كنت حاطاها، وعملت عجينة زي عجينة الزلابية كده، ودي اهم خطوة في نجاح البكاكين معاكي، واعمليها وان شاء الله هتدعيلي. بعد كده بتركني العجينة ديت على جنب كده لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة لما تختمر كده، ويفضل تبقى نص ساعة تديكي نتيجة أحلى وأحلى، بس أنا كنت مستعجلة بصراحة يعني. بعد كده جبت الدقيق بتاعي نزلت عليه باكو بودق، الكيلو الدقيق بياخد معاكي باكو بودق وبذرة ملح صغيرة كده، وباكو فانيليا لو انت عايزة البكاكين ايه يبقى ريحتها حلوة. بتلخبطه كله ببعضه كده، وبعد كده بتنزلي ايه على الخليط بتاعك اللي انت عملتاه قبل كده، وتنزلي بلبن بارد، ويفضل لبن حليب بلاش لبن رايب، لان اللبن الرايب بيخلي البكونه معاكي فيها برقيه كده، فيها حته مختلفه، لكن اللبن الحليب بيخلي البكاكين معاكي كلها لون واحد. وبعد كده نزلنا بكوبايه ونص سمنه وزنهم 150 جرام. وعلى فكره يا حبايبي سمنه روابي ممتازه جدا في المعجنات عن تجربه والله. هي غاليه شويه صحيح، بس الغالي تمنه فيه. بتنزلي بكوبايه ونص زيت وزنها 150 جرام زي ما قلت لكم، وبعد كده بتلتي وتزودي الميه شويه بشويه. واهم حاجه وانت بتعجني اي معجنات خلي العجينه معاكي جامده، وبعد كده ليناها شويه بشويه. دي بتفرق قوي في نتيجه المعجنات معاكي، بتطلعها ممتازه معاكي. طبعا لو عندك لبن حليب هتحط عليه شويه ميه، واهم حاجه يكونوا دافيين لو انت في الشتاء علشان العجين يختمر معاكي بسرعه. لو ما عندكيش لبن حليب ولا لبن رايب ممكن تجيبي معلقتين لبن بودره وتحطهم على الميه الدافيه بتاعتك، وتزودي بقى شويه بشويه كده وتلتي العجين كويس. لو انت عندك طبعا عجانة هتوفر عليكي وقت كتير ومجهود كتير، وهتلاقي نفسك عجنت العجين ده ايه مسافة 10 دقايق. لكن لو بتعجين على ايدك هياخد معاكي زي تلت ساعة كده. لو انت عايزة تطلعي الحاجة صح يعني ما تستعجليش في عجينها. وبتيجي في اخر العجين كده ما تلاقيها يلم معاكي بتنزله بنص كوباية زيت. والاضافة ديت بتخلي البكونة معاكي لونها احمر كده مع معلقتين السكر مع اللبن الحليب. التلاتة دولت بينجحوا البكونة معاكي وما تخليهاش تاخد نار كتيرة وتطلع طرية معاكي، ولونها احمر ما فيهاش برقيقة. وبعد كده بتفضلي تلفي لحد الكوبايه النص كوبايه الزيت ما تختفي خالص، وتلاقي ملمس العجينه ناعم معاكي كده، وتلاقي العجينه لا طريه قوي ولا جامده قوي. بتغطيها بس لمده 5 دقايق كده تستريح، على ما تجيب الطبليه بتاعتك او المطرحه او المفرش بتاعك وتعقميه بشويه خل بقى. ونبدا بقى ايه نقرص، بتقرصي القرصه اللي انت عايزاها، عايزه بكونه كبيره عايزه بكونه صغيره، دي طبعا المزاج بتاعك انت. بتحضري الصينيه بتاعتك وتحط عليها القماشه اللي هترص عليها البكونه. وهقول لكم دلوقتي افضل نوع دقيق رخيص ويديكي نتيجه حلوه قوي في البكاكين. ولو انت عندك دقيق غله يفضل طبعا تستعملي دقيق الغله درجه اولى او درجه تانية، الاتنين بيديكوا برضو نتيجه حلوه. لو انت عايزه البكونه بتاعتك بيضه وعندك درجه تانية من الغله، هاتي 3 4 كيلو دقيق فاخر ولخبطوهم على دقيق الغله اللي هو الدرجه التانية، هيديكي نتيجه حلوه برضو. دقيق الفاخر بقى اللي هو رخيص ويديكي نتيجه حلوه دقيق المروه، الكيلو منه ب25 جنيه. ولو جبتيه مثلا في الشكاره الكيلو بيبقى وايب ب22 جنيه. وبالصحة والعافية على قلوبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي. اتمنى اللي وصل لحد المقطع ده ولسه ما حطليش اللايك كده يشجعني ويحط له اللايك، الله يسعد قلوبكم جميعا يا رب. بتقرصي بقى القرصه كده زي ما انتم شايفين كده، بتفضلي إيه يعني تضغطي عليها كده لحد ما تديكي ايه ملمس ناعم كده عشان ما تبقاش متشققه منك. وخلي بالكم برضو يعني انت لو صحتك ضعيفه كده وما انتش قادره تلت البكاكين كويس عادي خالص،
ممكن تعجنها بس يعني على قد ما تقدري كده، وبعد كده وانت بتقرصي تمسكي حته العجينه وتضغطي عليها جامد كده، هتلاقيها ايه تديكي ملمس حلو، وزي ما تكوني انت عجنتها يعني فتره طويله يعني. فاهميني يا حبايبي؟ كده فاهمين ان شاء الله. وربنا يحسن ما بين ايديكم وتطلع اجمل من دي كمان. طبعا لو انت عايزه البكونه تخينه شويه هتسيبها على الوضع ده زي ما انتوا شايفين كده، السمك ده، شايفين السمك ده؟ هتطلع البكونه معاكي ايه يعني فيها لحم كتير كده ومش رفيعه. احنا بقى بنحب البكاكين رفيعه خالص، يا دوب بس ايه منفوخه كده، اللي فوق زي اللي تحت. لكن انت لو عملتها تخينه شويه هيطلع اللي تحت تخين شويه عن اللي فوق، فدي شيء يرجع لكم انتوا. وانتوا بتبططي بقى تاخدي بالك، شفت السمك ده؟ هو السمك ده احنا بنحبه كده. وانت بتبططي بقى تاخدي بالك انك تبططي الاول كده بايدك، لان الايد ميزان، بتحس ان البكونه تخينه من هنا رفيعه من هنا. وبعد كده لما تلاقي البكونه كلها متساويه مع بعضها، ترجعي بقى ايه تمشي بالنشابه كده عليها من فوق، هتلاقيها ان شاء الله طلعت معاكي مظبوطه خالص. بس خلي بالك وانت بتبططي مالكيش دعوه بوسط البكونه خالص. خدي بالكوا التبطيط ازاي، بتاخدي كده من النص للحرف، من النص للحرف، ما تجيش في النص كده وتضغطي بالنشابه، علشان البكونه ما بتطلعش رهيفه من مكان وتخينه من مكان وتقب معاكي في الفرن ان شاء الله. ودي طريقة تانية لتبطيط البكاكين، سهلة جدا لأي واحدة مش عارفة تظبط البكونة وتخليها متساوية. الطريقة ديت ممتازة ليها. على قد سطح العمل كده تجيبي قطعة عجينة وتفرديها وتخلي الحجم بتاعها زي ما وريتهولكوا رفيع خالص كده. وبعد كده بقى تجيبي بولة، تجيبي طبق، الحجم اللي انت عايزاه، طبق حجم البكونة اللي انت عايزاه، وتضغطي. وبعد كده بتاخدي اللي حوالين البكاكين اللي انت عملتيها وتعيدها تاني، والبكونه اللي انت عملتها بتضغطي عليها تاني كده على الاحرف بتاعها، لان وانت بتزق الطبق وتهز الطبق كده علشان يقطع العجينه بيخلي حرف البكونه عالي، فتضغطي عليها بايدك تاني كده وتسواها في بعضها، بتطلع البكونه معاكي ممتازه جدا زي ما تكوني بقالك سنين بتبططي بكاكين. ملحوظه برضو يا حبايبي مش عارفه انا قلت لكم عليها ولا لا، وانا اسفه طبعا لو بكرر الكلام زياده تاكيد، بس لما تيجي تعملي البكاكين ما تحطيش اكتر من طبقتين فوق بعض. يعني لو حاطه صينيه كده وحطيتي طبقه، حطي قماشه كمان وحطي كمان طبقه. لو ما عندكيش مثلا قماش كتيره ومضطره تحطي 3 طبقات مش مشكله، بس ايه اخبزي على طول يعني، ما تسيبهمش فتره طويله علشان تقلوهم فوق بعض اصلا كده، وكتمتهم عن بعض على بعض كده بتدخلهم شهوه، بتخليهم يخمروا بسرعه قوي معاك. فاعملي طبقتين بس. طبعا هنا كانت توته جايبه الفانوس بتاعها وفرحانه بيه وفاتحه لكم، وعماله قلت لكم ايه كل سنه وانتم طيبين، حطوا لايك لماما، بكاكين ماما جميله، حتى بنزل لكم ان شاء الله المقطع ده فيما بعد بدون مونتاج. وبرده لما تيجي تحطي البكونه حطها زي ما بططتها، ما تقلبهاش. طريقه الخبيز بقى يا حبايبي، بتطلعي الفرن بتاعك جامد وتخليه درجه حراره عاليه، اذا كان بوتاجاز او فرن غاز زي حالاتي كده. اقول لكم ازاي تخبزي في البوتاجاز، بس انا طبعا بحب اخبز في الفرن الغاز، بيطلع كل حاجه معايا حلو. بولع الفرن الاول واخليه درجه حراره عاليه، وبهدي النار من تحت خالص، وبعلي النار من الجوانب. بتحط البكاكين على طول وبتخبزي على طول. لو انت عامله كميه كبيره طبعا لازم ايه تخبزي على طول اول باول. يعني مثلا لو حد بيبطط معاكي، روحي انت اخبزي الصينيه اول ما تخلصيها وسيبوهم هم يبططوا، لان لو غيبت عليها البكاكين هتفوت منك ويبقى فيها ايه نقطه برده كده زي ما تكون عامله بلبن رايب. وكمان وانت بتخبزي البكاكين بتاعتك تطلعيها على طول وتفرديها اول باول كده، ما تحطهاش فوق بعضها علشان ما تضطرش وتعرق على بعضها وتلاقيها طريه كده ومسخسخه منك لو انت عايزاها قبه زي ما هي كده. لما تيجي بقى تخزني البكاكين بتاعتك، لو انت عامله كميه، سيب البكاكين بس تبرد كده تاخد برودة الجو العادي، وبعد كده حطها في اكياس ودخلها الفريزر على طول. ما تسيبهاش بره الفريزر اكتر من ساعه وساعتين بعد الخبيز علشان ما تبقاش ايه مفروله معاكي وتحسي ان هي بايته. ولما تيجي تطلعها بقى للاكل، طلعها كده قبل الاكل بربع ساعه بس، تفكي من الفريزر كده وتفردها على حاجه. وبعد كده تسخني طاسه كده تيفال او الومنيوم، بس طبعا تيفال عشان تبقى صحيه، لان الالومنيوم مش حلو قوي لما تسخني فيه الحاجه كده من غير ميه او زيت. وترصي البكاكين بتاعتك وتقلبها قلبتين 3 بس الحاجه تبقى سخنه جامد علشان البكاكين ما تنشفش منك، لان الحاجه لو مش سخنه جامد وحطيتها كده وسبتها واستنتها لما تسخن البكونه هتقدد منك. وبعد كده يا حبيبي بقى تاكلوها بالصحه والعافيه على قلوبكم، هتحسي انك انت لسه خبزاها حالا والله. لو انت تخبزي بقى فرن البوتاجاز، هتولعي فرن البوتاجاز على درجه حراره عاليه لما يسخن خالص، وبعد كده تخبزي في الرف الوسطاني، ولما تلاقي البكونه خلاص شالت كده وبدات تحمر من تحت، بتولعي لها الشوايه من فوق لمده بس دقيقتين كده تاخد لون، واللي تطلعيه تغطيه، لان خبيز البوتاجاز بيخلي العيش او البكاكين معاكي ناشفه شويه، اما خبيز الفرن الغاز بيخلي الحاجه طريه معاكي.
وكده خلصنا يا حبايبي. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال رضاكم. اتمنى لو كان الفيديو عجبكم متنسوش اللايك، واذا كنتوا ضيوف جديد اتمنى تشتركوا في قناتي، يسعدني ويشرفني اي حد بيشترك عندي. طبعا مش دي البكاكين اللي انا عجنتها معاكم، ولا دي كمان البكاكين اللي انا عجنتها معاكم اللي كانت الشويه الصغيرين دول، بس انا حبيت اوريكم طرق كتيره عشان تعرفوا هي طريقه واحده وبتطلع ناجحه معايا. مع الف سلامه يا حبايبي.